مساء الفل عليكم. النهاردة هنزور حاجة من أهم الحاجات اللي موجودة في أمريكا في نيويورك، ومن أهم الآثار اللي كل الناس اللي بتروح أمريكا بتبقى عايزة تروح وتتصور معاها. هنروح تمثال الحرية في نيويورك، وده من أشهر المعالم اللي موجودة هناك. عشان نروح الحرية التمثال بنركب مترو وبعدين ننزل في برودواي. ده عامل شبه الداون تاون كده في نيويورك. نفضل نمشي شارع طويل، المعالم دي كلها بنعدي عليها واحنا ماشيين في الطريق. بنعدي على كنايس، وبنعدي على مباني مهمة، وبنعدي على الغرفة التجارية، وبنعدي على البورصة. بنعدي على كل ده، بنفضل ماشيين لغاية آخر الشارع. بنوصل لمكان كده، المكان ده بنخش نقطع منه التذاكر، وبعد كده بنروح ناخد تذكرة وناخد مركب. ناخد المركب دي نروح بيها نعدي الناحية التانية. بعد ما نعدي بنوصل على الجزيرة اللي محطوط عليها تمثال الحرية. عشان توصل للتمثال ده بتفضل ماشي في أهم شارع موجود في نيويورك، والشارع اللي موجود فيه كل المباني الحيوية اللي موجودة في نيويورك، لغاية ما هتوصل لآخر الشارع ده. قبل آخر الشارع موجود تمثال لطور كده هنشوفه دلوقتي. هنعدي نشوف الطور اللي احنا عايزين نشوفه. ده برضو من الحاجات المميزة جدا في الشارع، اللي في الحقيقة من أول الصبح بدري الأجانب بيروحوا يتصوروا مع الطور ده بكميات ضخمة جدا. ولو عايز تروح المكان ده وما يكونش الدنيا زحمة، يفضل انك تبدأ بدري جدا الصبح. لو في الشتاء يعني منصحش الناس ان هي تروح في الشتاء طبعا بسبب البرد. بس ايا كان شتاء او صيف لازم تبدأ بدري، لانه بعد شوية المشي اساسا في الشارع ده بيبقى انجاز عظيم، لان الناس بتتحرك بعدد كبيرة. بتمشي في الشارع ده، بتزور الحاجات الأثرية او الهايلايتس، بتتصور مع التور. كمان كمية الأعداد والناس اللي هنشوفها دلوقتي واحنا رايحين نتفرج على تمثال الحرية يعني لا يستهان بيها. احنا لسه مكملين في الشارع وماشيين، وطول ما احنا ماشيين هنشوف حاجات شكلها لطيف جدا. وبالمناسبة ده من أهم وألطف الشوارع اللي ممكن تتمشى فيها في نيويورك. الشارع شكله لطيف جدا، في مباني شكلها حلو، في حاجات أثرية، في حاجات قديمة، في كذا كنيسة لو حد عايز يخش يصلي أو يتفرج على أشكال الكنايس عاملة ايه، في باركات صغيرة كده لو حد عايز يخش بارك يتمشى، في متاحف مش كتير بس متاحف صغيرة موجودة كمان في الشارع ده. بنفضل ماشيين لغاية آخر الشارع. بنعدي على شوية مباني كده زي ما قلت لكم، حاجات مهمة. أمريكان إنديان ده مبنى حاجة اقتصادية. قبل منه بشوية في البورصة الأمريكية اللي هي بورصة نيويورك، أهم بورصة من أهم البورصات في العالم يعني. بعد كده رحنا جبنا التذكرة. تذكرة تقريبا ب14 دولار، لو ممكن تاخد تخفيضة تبقى بأقل من كده. ده المبنى اللي بنخش فيه عشان نقطع التيكت. بعد ما نقطع التيكت بنقف في طابور طويل جدا. طبعا في بارك حوالين المكان زي ما احنا شايفين. بنفضل ماشيين بقى في الطريق ده مع الناس لغاية ما نوصل لنقطة التفتيش. طبعا احنا هناخد المركب دلوقتي عشان نروح الجزيرة اللي في النص اللي موجود عليها التمثال، اللي هو شكله صغير قوي ده من بعيد. بالمناسبة التمثال بيمثل إلهة الحرية عند الرومان، اسمها ليبرتس، عشان كده متاخد منها الاسم اللي هو Statue of Liberty. التمثال ده كان بيمثل الحرية، عشان كده اختاروا إلهة الحرية عند الرومان. وكمان شكل التمثال نفسه عبارة عن ست واقفة وشايلة بإيديها شعلة، هي شعلة الحرية، عشان استخدموها كرمز بعد الاستقلال في أمريكا اللي حصل في 1776. وفي عند رجليها سلسلة مقطوعة، ده معناها ان هما عصر العبيد انتهى. بعد كده التمثال ده الراجل اللي عمله راجل فرنساوي اسمه فريدريك. فريدريك ده الراجل اللي ساعده في الجزء النحاس، لانه الهيكل الخارجي بتاع التمثال من النحاس. الراجل بقى اللي عمل الهيكل النحاس اللي معمول من بره هو راجل مشهور جدا في فرنسا، وراجل من الناس اللي عملوا كان مهتم بشأن الكباري، خاصة الكباري المعلقة. عمل 2 كباري معلقة في مصر، وعمل أشهر برج موجود في فرنسا اللي هو تور ايفل. المهندس ايفل الفرنساوي هو اللي عمل الجزء الخارجي اللي معمول من النحاس. احنا دلوقتي موجودين في المركب، وطبعا زي ما انتم شايفين الناس فوق بعض، يعني الناس اللي واقفين اكتر من اللي قاعدين على الكراسي. ده المركب دورين بناخده وبنطلع بيه لغاية ما نوصل عند الجزيرة اللي فيها التمثال. التمثال طبعا عشان يروح امريكا وعشان يتنقل وعشان يخلص اصلا في فرنسا وعشان الليلة دي تخلص ويحطوه،
خد وقت طويل لان كان عندهم مشاكل كتيرة مادية عشان يجيبوا فند ثابت يقدروا بيه ينقلوا التمثال ويوقفوا التمثال. اخر جزء اتحط في التمثال كان الجزء بتاع الشعلة. زمان شوية كان المكان مفتوح، يعني كان الناس تقدر تطلع لغاية الشعلة فوق. دلوقتي ده مقفول، ومن وقت للتاني بيحصل بتذاكر خاصة، بس احنا لما كنا هناك معرفناش نطلع طبعا. الرحلة طبعا ممتعة جدا، ممكن تقف في أماكن تانية في نيويورك قريب من المينا، تعرف تتصور مع التمثال من بعيد، لكن احنا في المركب زي ما انتم شايفين بنقرب من التمثال وبننزل على نفس الجزيرة. بيدونا فري تايم، وقت نقعد نلف في الجزيرة ونتفرج على التمثال من كل الزوايا لغاية ما الوقت ده بيخلص. الوقت تقريبا أكتر من ساعة، بنرجع تاني للمركب وناخد المركب بتودينا جزيرة جنب الجزيرة اللي فيها التمثال بس. واحنا على الجزيرة دي بنقدر نشوف التمثال من كل الاتجاهات كويس جدا. القاعدة اللي عملوها عملوا قاعدة ضخمة جدا للتمثال، لكن وزن طول التمثال لوحده حوالي 93 بدون القاعدة، ووزن التمثال حوالي 204 طن، مع في نحاس وفي حديد وفي مواد تانية مستخدمة عشان التمثال مش بس معمول من النحاس. ده منظر نيويورك من الناحية التانية، يعني احنا بناخد صورة واحنا على المركب، في ظهرنا الجزيرة اللي عليها تمثال الحرية، والناحية التانية قدامنا ده منظر أهم مباني والهايلايتس اللي موجودة في نيويورك. طبعا واحنا ماشيين في نيويورك بنشوف طيور مختلفة سواء في السماء أو في المية. ده وز كان شكله غريب جدا فحبيت أصوره وأفرجكم عليه. طبعا كل ما تستنى الوقت بيزحم والناس بتكتر، وعشان تختلي التمثال لوحدك يعني بيبقى مجهود عظيم عشان تعرف تاخد صورة مع التمثال بدون ناس حواليك تتصور، خاصة من الزاوية اللي من الناحية التانية قدام التمثال من وشه بتبقى ناس كتيرة جدا موجودة. اي حد في امريكا في نيويورك انصحه جدا بان هو يروح يزور تمثال الحرية اللي موجود في نيويورك. رحلة لذيذة وممتعة جدا، حتى لو في الشتاء هتستمتع بيها. اهم حاجة تاخد معاك جواكت كتيرة، تبقى عامل حسابك دايما في فلوس دولارات فكة صغيرة، عشان لو دفعت حاجة بأقل من 5 دولار يبقى معاك دولارات فكة عشان تدفع منها التذاكر. وأتمنى تكونوا انبسطتوا معانا النهاردة في رحلتنا.